انا في حد ابن حرام بمعنى الكلمه دخل كلمني وعرض عليا شغل 800 ريال على كل بنت وديها تشتغل. تمام. تعال اعرفك ولاد الحرام دول بيعملوا ايه وايه اللي هم بيستفادوه. تمام. لقيت حد ابن حرام داخل لي وقال لي انا عايزك ضروري، وبعت لي رقمك وكده. بعت له الرقم وكلمته. قال لي في فرصه شغل قدامي ليك كويسه وهتعمل منها فلوس كتير. قلت له ايه طبيعه الشغل؟ انا هختصر لك الموضوع في ثانيه عشان ما اطولش عليه. تمام. قلت له ايه طبيعه الشغل؟ قال لي احنا محتاجين بنات ويتر وكده، انا معايا كذا مطعم وكذا لاونج وكذا 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 وكذا. قلت له تمام. المطلوب مني، قال لي انت اكيد في ناس كتير بتكلمك في مصر او هنا عايزين فرصه شغل. قلت له حصل. قال لي انت كل اللي هتعمله انك بس هتقول في فرصه شغل، والناس اللي دخلت كلمتك ده هترد عليها وتبعت لهم الرقم بتاعي، وعلى كل حد هيجي هتاخد 400 مني عموله و400 من البنت اللي هتيجي تشتغل. قلت له ايوه ايه طبيعه الشغل؟ ما انا مش هودي حد كده وخلاص. قال لي هيشتغل ويتر. هو قال لي الكلمه دي من هنا انا ما ثقتش فيه، يعني ما ثقتش فيه. قلت له طب كلمني صوت، لان الكلام رسائل كده مش هينفع، كلمني صوت. تمام. المهم ابن الحرام ده يعني قعدت اجيبه يمين وشمال لحد ما خليته يجيب اللي في بطنه. عرفت ان الشغلانه مش اللي هي. تمام. واولاد الحرام ده يعني بيجيبوا بنات من مصر، واللي هو في عقد عمل وابعتي فيديو بشعرك. تمام. وشغل شغل ويتر، ويقول لك 2500 ريال. تمام. اول شهرين، اول 3 شهور، وبعد كده هتاخد 4000 اكل وسكن ومش عارف ايه، وتيجي يشغلها. تمام. شهر بس في مكان كده، وبعد ما يمضيها على امر سند او حاجه زي كده يجي ملبسها. ولاد الحرام شغالين على كده. تمام. طب هو هيستفاد ايه؟ هو محطوط زي نظام طعم في النص، ان هو بيصطاد وعايز ان انا اشتغل معاه في الشغلانه اللي شبهه دي، الشغلانه دي. تمام. لما ما جتش معاه سكه، وحذرته وحذرته. تمام. خلى مراته تكلمني. شفت الموضوع وصل لايه؟ خلى مراته تكلمني. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ احمد. قلت لها اتفضلي. قالت لي انت في فرص، في ناس انت شفت فيديوهات ليك انك بتتكلم انك عايز تشتغل، وفي ناس بتتكلم ان في فرص قدامك وكده. قالت لي طب ممكن انا في قدام شغل وكده، شغل كويس جدا للفرصه دي. البنات عايزين 15 بنت او 16 او اي عدد موجود، احنا في مجال قدامنا للشغل وكده. قلت لها طيب مواصفات الشغل ايه؟ قالت لي شغل مطاعم وشغل لونجات. تمام. قلت لها طيب حضرتك كلميني تليفون عشان افهم من حضرتك اكتر. فالمهم بنت الحرام دي في الاخر، يعني اختصر لك برضه، انها طلعت مراته وهم مدورينها وبياخدوا البنات على اساس انها تشتغل في لاونج. تمام. والموضوع غير كده خالص. انا مش عايز اوضح اكتر من كده، وريت تفهم. تمام. محدش يقول لك هسفرك من مصر على عقد على حسابي، طيران كله على حسابي، وكشف الطب بس عليكي، وهجيبك هنا بعقد سنتين. تمام. وشغلانه بس هتلبسي لبس كويس بس شعرك بس اللي هيبقى باين. تصدقش اي حاجه من ديت، كلهم هنا ورات حرام، شغلانه كلها شبههم، حرام في حرام كلها. تمام. تيجي هنا تتحط قدام الامر الواقع، وعافيه اجباري انك هتشتغلي. دي شغلانتهم، هم شغالين على كده. فالوجه الله بلاش بنت تتغرب الا لما تكون طالعه على حاجه كويسه وحاجه مضمونه، حاجه مثلا في مستشفى، حاجه كويسه، بعيد عن شغل المطاعم، بعيد عن شغل اللونجات. تمام. بعيد عن اي شغلانه من دي، لان المجال ده صدقني قسما بالله في بلاوي. تمام. المهم لما ما جيتش معاهم سكه ورفضت، يعني انا قال لي ده انت هتعمل فلوس حلوه ومش هتعمل فلوس حلوه. انا رفضت لان انا جاي اكل عيش بالحلال، ربنا يا رب بعدنا عن الحرام. تمام. المهم ان هم هددوني، واحنا مش هنسيبك في حالك، واحنا هنأذيك، واحنا. قلت لهم ده انا هفضحكم، هطلع اتكلم عليكم وافضحكم. المهم هددوني. تمام. قلت لهم ما بخافش غير من ربنا، واللي فال الله ما بتغرقش. المهم قعد عليا يوزع عليا كذا حد بردك، واللي يجي لي حظر، اللي يجي لي حظر، اللي يجي لي حظر. تمام. فكل واحد ياخد باله. يا ريت انك تشارك الفيديو ده لعل وعسى حد يشوفه ان هو يتعظ، لان في ناس كتيره اكيد يعني الوضع في مصر حاليا صعب. فلما حد يكلمك يقول لك في فرصه شغل، تمام، الموضوع للبنات مش للشباب. لما حد يقول لك في فرصه شغل ما تصدقيش، لان كله هنا في الاونطه، كلها هنا شغلانه شمال في شمال. هتطلع على حاجه مضمونه، حاجه كويسه بعيد عن شغل المطاعم، بعيد عن موضوع اللونجات والكلام ده كله. توكل على الله. تمام. غير كده انت هنا هتيجي تضر نفسك. تمام. ويا ريت الناس تاخد بالها، واي حد من اخواتنا الشباب، لان هو قال لي ان في شباب شغالين معاه كتير. يا ريت اخواتنا الشباب يعني تتقوا ربنا، واي حد ماشي في سكه كده ولا كده، يعني احنا في غربه ويعني وسايبين اهالينا وسايبين دنيتنا تحت. يا ريت الشباب يعني اللي ماشي في حاجه زي كده يعني يتقي ربنا في ولاد بلده، يتقي ربنا في نفسه، يتقي ربنا في الناس اللي حواليه. وربنا يا رب يبعد عنا ولاد الحرام. السلام عليكم.